ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. لما تلاقي الدنيا قفلت معاك وحياتك صعبة جدا وبقى عندك ديون، الناس اللي بتحبهم بدأوا يبعدوا عنك وبدأ يحصل معاك مشاكل باستمرار. المشاكل دي ما بتخلصش، في ناس بتوصل لدرجة انها بتيأس من الحياة وبتحس ان ربنا بيعذبها في الدنيا وان الدنيا خلاص اسودت في وشها والدنيا جاية عليها جدا ومفيش حاجة بتحصل عدلة، والحياة كلها بقت مظلمة جدا في عينيها وما بقاش في أي بارقة أمل ولا شيء بيدعو إنها تكمل حياتها، لأن خلاص اليأس اتحكم من حياتها كلها ومن قلبها ومن روحها. والدنيا اسودت جدا في عينيها بطريقة صعبة جدا. طيب أنا بقول للناس دي، أنت جربت إن أنت ترجع لربنا وتجري عليه وتستغفر؟ أنت عارف إن ممكن يكون سبب كل مشاكلك اللي بتحصل لك في حياتك دي هي ذنوب كتيرة بدأت تقفل حياتك. الذنوب ديّة هي سبب في إن بيحصل لك مشكلة ورا التانية، إلا في الرزق، ضيق في حياتك، الناس بدأت تبعد عنك، بدأت تلاقي هجوم من ناس كتيرة، كل ما تدخل في حاجة بتحصل لك مشكلة. يمكن اللي بيحصل لك ده بسبب ذنب أنت مش واخد بالك منه، حاسس إن هو حاجة عادية، ومع ذلك الحاجة ديّة صعبة عمّالة تتكتب لك في صحيفتك ذنوب، 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 لحد ما بتقفل حياتك وتبدأ بقى تلاقي الدنيا كلّها بتتقفل في وشّك. بيبقى الحل بسرعة إن أنت تستغفر وتجري على ربنا وتتوب من كل ذنب أنت عملته، وتطلب من ربنا إن هو يفتح لك الأبواب المُغلقة، إن هو يبدِّل حالك، إن هو يغيّر قدرك لأحسن الأقدار، إن ربنا ما يخلّيش الذنوب دي تقفل حياتك. فأنت لازم تجري على الاستغفار، واستغفر بأعداد كبيرة جدًا. يعني لازم إحنا دايمًا بنقول إن الحسنات تمحو السيئات. كل ما تحصل لك أي مشكلة ابدأ استغفر ربنا كتير جدًا، جدًا، وزوِّد في الاستغفار، علشان لو أنت عامل سيئات كتيرة يبدأ الاستغفار بتاعك يمحو هذه السيئات. وتبدأ الدنيا تبقى كويسة معاك، ويبقى عندك متسع ورصيد عند ربنا. ورصيد عند ربنا دوّة اللي هو الإنسان اللي بيجري على ربنا حتى مهما يغلط، مهما يعمل من ذنوب، حتى لو الذنوب دي مستمرة معاه، بيجري على ربنا يقول له: يا رب سامحني، يا رب أنا ندمان، يا رب أنا نفسي إن أنا أقلع عن الذنب دوّة وما أعملوش تاني، يا رب عِنّي على إني ما أعملش الذنب ده تاني، يا رب اغفر لي ذنبي، يا رب سامحني، ويعيّط ويبدأ يتوسل إلى الله: أتوسل إليك يا رب إنك تسامحني، أتوسل إليك يا رب إن أنت ترضى عني، اغفر لي يا رب الذنب الفلاني لإني بجد فعلًا عارف إن أنا غلطت في حقك يا رب، أخطأت. اقعد عيّط كتير، ربنا بيحب أوي إنه يشوف الأشخاص منكسرين أمامه، وبيلحّوا عليه بالدعاء. فأنت استغفر ربنا وعيّط في كل وقت وفي كل صلاة. لازم توصل لدرجة البكاء، لازم توصل لدرجة الإحساس إن أنت تحس إن أنت عامل ذنب عظيم، فأنا هاستغفرك يا رب من الذنب دوّة وهاتوب إليك، وباقول يا رب إن أنا مش هارجع للذنب ده تاني، حتى لو عُدت إليه يا رب هارجع أستغفر تاني وهارجع أطلب منّك تاني إنّك تسامحني. وربنا غفّار رحيم وقادر إن هو ما بين لحظة والتانية يخلّيك تقلع عن هذا الذنب تمامًا، وقادر إن هو يبدِّل حالك، وقادر إن هو يفتح لك كل أبواب الرزق. ما تطلبش من حد حاجة، اطلب من الواحد الأحد اللي هو قادر على كل شيء، رب المستحيلات، رب المعجزات، رب الأرض والسماء. لما تحصل لك مشكلة ما تروحش لبني آدم وتقعد تشتكي له همك، لأنه هو زيه زيك مش هيقدر يحل لك المشكلة والحاجة الكبيرة وحل حياتك وحياتك كلها بإيد الخالق وحده، بإيد ربنا وحده، هو بس اللي قادر إن هو يبدل حالك ويغير حياتك ويرجع لك دايما الحاجة الكويسة. ولما الدنيا تضيق بيك ولما المشاكل تبدأ تزيد عليك ولما تلاقي نفسك عمال تعيط وعمال تقول يا رب أنا خلاص يعني خبطت على كل البيبان ومفيش ولا باب اتفتح لي يا رب غير بابك، يا رب أنا جاي لك يا رب، اعرف إن ربنا هو اللي ساقك إليه، ربنا هو اللي عمل فيك كده، لأن أنت بقالك كتير قوي ما بتجريش على ربنا، بقالك كتير قوي ناسي إن أنت تستغفر، بقالك كتير قوي حاسس إن الدنيا حلوة وجميلة، فأنا مش لازم أدعي ربنا لأن أنا عندي كل حاجة، مش لازم إن أنا أستغفر، أنا حاسس إن أنا ما باعملش أخطاء. فيبدأ بقى ربنا يضيقها عليك قوي 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 لحد ما تجري وتستغفر وتتوب وتلح وتعرف إن أنت مالكش غير ربنا، وإن مالكش غير الباب دوّة هو اللي المفروض تفضل
تفضل تخبط عليه، ما يفتحلكش خبط تاني، ما يفتحلكش خبط تالت، افضل خبط ولح وخبط ولح لحد ما الباب ده يتفتح لك، ولحد ما ربنا يرضى عنك، ولحد ما ربنا يغير حالك ويبدل قدرك. واعرف ان مفيش شيء بيدوم على حاله. يعني لو انت حاسس ان انت مظلوم والدنيا جاية عليك والحياة ملخبطة معاك، ما بين يوم وليلة ربنا وحده قادر ان هو يبدل حالك ويرجع حياتك لأحسن مما كان. بس هو عايز يشوف منك انت هتعمل ايه. انت هتجري لربنا وهتطلب منه وهتعيط له وهتبكي له وهتدعي له وهتلح على ربنا بالدعاء، وهتبقى في مناجاة، وهتعمل كل الأعمال الصالحة، هتتصدق مثلا، هتصلي قيام الليل، هتختم القرآن 100 مرة، هتعمل كل حاجة عشان ربنا يفتح لك الأبواب، وعشان ربنا يدخلك، وعشان ربنا ييسر لك أمورك، وعشان ربنا يحل لك مشاكلك. ربنا مستني يشوف انت هتعمل ايه. ما تجريش على حد وتقوله ساعدني، ولا انا واقع في مشكلة، ولا قول لي اعمل ايه. اطلب من ربنا الحل، اطلب من ربنا انه يساعدك، اطلب من ربنا انه يعينك، اطلب من ربنا ان هو يسخر لك الناس اللي تساعدك في حل مشكلتك، من غير ما انت تلجأ لحد، من غير ما تتذلل لحد، من غير ما تكون حاجتك بإيد حد. اطلب دايما من ربنا، قول له يا رب لا تجعل حاجتي بيد مخلوق سواك. يا رب لا تجعل حاجتي بيد اي شخص على وجه الارض غيرك يا رب العالمين. انا مش عايز يا رب ما تذلنيش لحد، ما تحوجنيش لحد. دايما خلي حاجتي عندك يا رب، خلي ذلي وطلبي منك لوحدك يا رب. دايما لح على ربنا، استغفر كتير أول ما الدنيا تضيق عليك. والله العظيم لما بلاقي ناس عندها مشاكل كتيرة جدا، ناس مثلا عندها قلة في الذرية، ببقى نفسي أقول لهم هل أنتوا جريتوا على ربنا واستغفرتوا؟ بفضل أقول لهم استغفروا، اطلبوا من ربنا، ألحوا، ادعوا. لكن بحس إن هم كمان ما عندهمش الطاقة، ولا عندهم اليقين، ولا عندهم ال- القوة اللي تخليهم فعلا عارفين إن ربنا هو اللي هيحقق لهم المعجزة. باستغفارهم، بطلبهم، بدعائهم، بإلحاحهم. استغفروا على قد ما تقدروا. يعني حاول بقى لما تحصل لك مشكلة، اقعد كده في جلسة واستغفر ربنا. عدي 70,000 مرة، عدي 100,000 مرة، واتفرج بقى بعد أسبوع، ولا بعد شهر، ولا بعد 40 يوم من استغفارك بأعداد كبيرة جدا، وانت ما وراكش ولا قدامك شيء غير ان انت بتستغفر ربنا. شوف اللي هيحصل لك، شوف حياتك هتتبدل ازاي، شوف طاقة النور ربنا هيفتحها لك من اي مكان، شوف الناس اللي ربنا هيسخرها لك لحل مشاكلك، شوف قدرك اللي هيبدأ يتغير، والمعجزات اللي هتبدأ تحصل في حياتك بعد الاستغفار، بعد اللجوء لله، بعد الدعاء، بعد الإلحاح، بعد اليقين ان مفيش حد في العالم كله هيقدر يحللك مشكلتك غير ربنا. وفي الآخر، ورغم كل ما بتضيق بيك الدنيا، اشكر ربنا، اشكره على نعم كتيرة جدا، اشكره على نعمة الصحة، اشكره على نعمة ان انت ربنا طول في عمرك يوم كمان، اشكره على نعمة ان ربنا ادالك حاجة معينة. افضل اشكر ربنا في السراء والضراء.